الله أكبر. ابن عباس يقول هذا وين؟ قبل شهادة الحسين. يقول أنا كنت مع علي بن أبي طالب عليه السلام أكثر من 20 سنة قبل شهادة الحسين، طالعين إلى سوريا إلى صفين، وصلنا إلى أرض كربلاء، أرض كرب وبلاء. يقول وصلت شفت الإمام علي عليه السلام ابتعد، ما أدري ممكن الإمام راح في مقتل الحسين بعلم الإمامة، ممكن راح في مرقد الحسين بعلم الإمامة. يقول شفت الإمام عليه السلام راح يتمرغ بالتراب ويبكي ويقول ولدي حسين، نور عيني حسين. ابن عباس يقول أنا تعجبت فجئت إليه. حاضرين أقول لكم الله الشاهد، أنا اليوم هاي الرواية شفتها وأنا أول مرة بعمري دي أذكر هاي الرواية، إلي كانت جديدة، ما أدري لكم جديدة لولا. اسمعوني زين. يقول اجيت إلى أمير المؤمنين، قلت له يا أمير المؤمنين ايش صاير على التراب ده تتمرغ؟ يا أمير المؤمنين مو إنسان عادي، حجة الله، قائد جيش، الحين طالع للحرب، ليش الشكل اللي تسويه يا علي؟ يقول نظر إلي وقال ابن عباس الآن أخذتني غفوة فرأيت في عالم الرؤيا بحرا من الدم. وين في هاي الأرض هنا؟ رأيت في عالم الرؤيا بحرا من الدم وفيه فرخي وولدي وقرة عيني حسين، في هذا البحر من الدم يستغيث فلا يغاث. ابن عباس هذه أرض كربلاء، أرض كرب وبلاء. أبا عبد الله فداك أبوه، أيوة ويلاه. ولذلك يوم عاشوراء زينب نظرت يمين شمال، وجهت وجهها نحو الغريب. أبا يا أمير المؤمنين قم يا علي، فما هذا القعود؟ أي وما عهدي. الذي يحب يوين مع زينب بعد لا تخلي صوتك هاي الليالي لازم ترفع الصوت، ها وين مع زينب. وما عهدي تغض على الأجفان أجفانا مأجور. يا علي عجل عجل لعلك من أسرنا ضر بنا يا تفكنا وتولى يا دفن قتلانا. أبا يا علي تسمع هذا حسين بلا غسل ولا كفن، هذا حسين بلا، ارفع صوتك ها هذا حسين بلا غسل ولا كفن، عار عار وويلاه عار تجول عليه الخيل ميدانا. ويلي طالبين من عند نياح، يلا 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 ليالي محرمة. ويلي حيدر يا ابويا ما تجينا، هي وتشوفنا شلون
لا لا لا، ما شجعتوني أبدا. أريد تروي قلبي ها بصوتك وبآهاتك إن شاء الله. نفس المهموم فينا عبادة. أنت مهموم، إذا ليش ما تتأوه؟ افرض ذابحين أبوك قدام عينك، افرض ذابحين ولدك قدام عينك، إيش كنت تسوي؟ حيدر يا أبويا ما تجينا. أجرك على زينب بنت أمير المؤمنين يلي ترد وياي. حيدر يا أبويا ما تجينا. يبا وتشوفنا شلون نسبينا. يا الغيارات تسمعون، ما ادري اقول هاي الكلمه ولا لا، بس ان شاء الله تحقق قد الحق. بويا سبايه شنو معناه؟ يا الغيور يا العربل تسمع لي سبايه ونتستر بديت. سبايه ونتستر بديت. سبايا ونتستر بدينا، يعني سلب المقانع يبا والناس تتفرج. والناس تتفرج علينا. والله ابويا ويسافر دهر الخالبي. يا ابويا يا علي يا علي، تشوف بنتك زينب يوم الذي اخرجوا جنازة الزهراء ما كان في البيت الا سلمان ابو ذر، علي بن ابي طالب. الحسن والحسين صغار. سمع علي صوت طفلة عمرها 6 سنوات، أقل 5 سنوات، تقول أمه فداء لك يا زهراء. علي بن أبي طالب الغيور التفت قال ولدي حسن أسكت أختك زينب. لما يا أبا؟ لأن الرجال يسمعون صوت زينب. اليوم في كربلاء والناس تتفرج علينا. والله ويسافر نهر الخال بينا. حسين انذبح واحنا يا الله.